لو دوست على الريك مره وشلت صباعك. طيب ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ جايب لكم النهارده نسختي فيرجن 17 اللي الكل كان مستنيها. يا ريت تتابع معايا لاخر الفيديو علشان تفهم حاجات كتير عن النسخه، عشان لو ما فهمتش من التيست. تمام. طيب النسخه فيها كل اللي انت عايزه، تذكر وعداد سرعه وسحب رومات وواجهات وتساقط تلج وتحرك شتات وما بتهنكش حرف. تمام، تابع معايا لاخر الفيديو. نبدا الاول بالفيروس، مع انك شفته في التيست بس هوريهولك هنا. ده فيروس الضغط، تمام. نسخه بتهنكش حرف وبتجري فيه عشان وقت الفيديو. وده فيروس الخريطه القديم، تمام. وده فيروس الخريطة الجديد، تمام. وده فيروس الكتالوج، ما بتهنكش حرف بمعنى الكلمة. فيروس الكتالوج النسخة بتجري فيه اهو، ماشي. وده فيروس الفيديو، فكك منه، ده بتاع ستوري. ده فيروس بي دي اف. ده فيروس ام بي 3. طبعا انت شايف الكلام ده كله عمل عليه ريبلاي في الفيديو بتاع التيست. فيروس رابط مشبوه، الحاجات دي كانت في ملف السرعة بتاعي. فيروس ضغط ذات قطع نت اللي هو تقريبا لسه نازل جديد، ده لو انت عارف شكله. نسخة بتجري فيها اهو، مفيش اي مشكلة. فيروس فشخ نسخة المتجر. نسخة المتجر مش بتستحمل ولا الشيطان المخيف ده ولا غاندي، بيفشخوا نسخة المتجر بمعنى الكلمة. فيروس الكريسماس. فيروس تتقيل شات، حاجة كانت قديمة بس عظمة يعني. كونكتات، جايب لك كل كونكتات المجال هنا. نسخة بتجري في الكونكتات عادي برضو. نسخة زي ما انت شفت في التيست بترمي طلقة، مش محتاج بقى اوريك بترمي ازاي. فيروس اجنبي. ما بتعلقش ثانية، تمام. فيروس ارقام، لو عملت قراءة المزيد اللي هي فيرجن 17 دي قراءة المزيد، تمام. لو عملت قراءة المزيد عادي جدا، تعمل قراءة مزيد تجري في الفيروس برضو عادي. نسخة تما متعربة. وده فيروس اللينك الجديد اللي بيفشخ حاجة اسمها ايفون وبيفشخ حاجة اسمها اندرويد النسخة العادية. تمام اهو. فيروس حجم كبير اللي هو زي فيروس الايموجي كده، ما علينا. فيروس اللينكات اللي هو زي الاقزام وكده، الحاجات القديمة دي. طيب انت لو دوست على الثلاث نقط اللي فوق دول، اعدادات عادية، نبدأ بالاعدادات العادية واللي هي اصلا خصوصية النسخة، والاعدادات كلها في الاعدادات العادية، تمام. اعدادات نسخة ايفل فيرجن 17، الاعدادات كلها هنا، تمام. خصوصية نسخة ايفل اللي هي اخفاء اخر ظهور واخفاء مشاهده الاستوري وتعطيل آلة توجيه ومنع حذف الاستوري ومنع حذف رساله صديقك وكده. بص يا قلبي، دول مش متكررين، اللي هو ظهور التذكرتين الزرقاء واخفاء التذكرتين الزرقاء متكرره 3 مرات، لا هم مش متكررين. اخفاء التذكرتين الزرقاء في جهات الاتصال وفي الرومات وفي البي سي دي حاجه ودي حاجه ودي حاجه، تمام. دي الخصوصيه بتاعت النسخه، وده نسخ الاحتياطي والاستعاده عشان لو عايز تركب ملف السرعه. ودي خصوصيه الاستوري اللي هي ارسال صور عاليه الدقه، مش انت لما بتبعت صور لواحد صاحبك مثلا بتلاقي كده الصوره او الفيديو الجوده بتاعتهم قال له، لا دي بتخلي الجوده عاليه، وارسال الصوره بالحجم الاصلي بدل ما بتكون كده صغيره. وتنزيل فيديو على الستوري بدقه عاليه، لما تيجي تنزل فيديو على الستوري بتلاقي كده الفيديو الجوده بتاعته قلت، ده بيخليها عاديه، تمام. وتحميل فيديو لمده 10 دقائق على الستوري، ممكن تنزل فيديو على الستوري لمده 10 دقائق بدل من 30 ثانيه. وجوده الصور والفيديوهات على الستوري اللي هي برضو بتتحكم في الجوده، تمام. طيب تنظيف الملفات، دي بتنظف لك ملفات الواتس علشان لو انت المساحه عندك وحشه وكده. تحرك شتات، ده تحرك الشتات، طبعا انت عارف يعني ايه تحرك شتات، ودي الاشكال بتاعته. وعندك هنا تساقط التلج، تمام. هتقولي طب ما هو الكلام اللي هنا هو اللي متعاد هنا، لا يا قلبي، بص، ده تساقط التلج في الواجهه وده تساقط التلج في الشات، نفس الترجمه، تمام. وهنا كميه تساقط التلج اللي هي عدده لما بيجي ينزل تساقط التلج في الواجهه وفي الشات، وهنا سرعه تساقط التلج عشان عايزه ينزل بسرعه ولا، تمام. وهنا راس تساقط التلج حتى يقعد كمكان اللي هو اول ما تفتح النسخه. هنا خطوط النسخه، تمام. وهنا قصر الواجهه، وهنا واجهات النسخه، تمام، اللي هي في الواجهه من بره. وهنا موقع تصفح لو انت عايز تفتح 6 او كده. هو النت خرز بور اهو، تمام. وهنا لو انت عايز تخلي الدارك ولايت،
وهنا نوتة لو انت عايز تسجل حاجة مثلا، او في حاجة مثلا عايز تسجلها وانت هتنساها وكده فتسجلها على النوتة. خصوصية الفيروس تعال نشرحها لك بقى حاجة حاجة. ده مسح كل الشتات. ايه هو مسح كل الشتات؟ اوعى تدوس عليه بالغلط عشان هيفرمط لك الشتات كلها اللي بره، هيرجعها لك اكنك لسه فاتح النسخه من جديد. تمام، عشان برضو المساحه. تجارب دردشات المؤرشفه واخفاء الدردشات المؤرشفه، نسخه فيهاش اخفاء شتات. فدي معموله علشان ايه؟ لو انت خفيت شات او مثلا حطيته في المؤرشفات تحت ما يظهرلكش تاني عشان ما يضايقكش. تمام. فعلوا الاخفاء ريبلاي علشان لو في فيروس جديد نزل. فعلوا علشان ما تهنكش كونكتات، علشان الكونكت يجي لك اللي هو مش بجودته الاصليه، اللي هو يعني بدل ما يترمي عليك اللي هو 265 مثلا يترمي عليك واحد بس. تمام. فعلوا الاخفاء عدد جهات الاتصال، اللي هو لما يجي يترمي عليك كونكت بيكون مثلا جنبيه 80 جهه اتصال 50 جهه اتصال، ده بيخلي العدد مخفي. فعلوا عشان ما تهنكش فيروس الكتالوج زي ما انا وريتك بره. فعلوا الاستلام كل الكونكتات صفر. اي كونكت هيترمي عليك حتى لو 1000 كونكت 1000 هيترمي عليك صفر عشان ما تهنكش. فعلوا عشان ما تهنكش فيروس المستندات. في فيروس اللي هو اسمه بي دي اف ما تهنكش منه. تمام. كده احنا شرحنا خصوصيه واعدادات نسخه ايفل. طيب هنا ادوات الاعمال، لو انت ليك في ادوات الاعمال استخدمها، مالكش فيها مالكش دعوه بيها خلاص. وهنا الخصوصيه، خصوصيه نسخه ايفل اللي هي اخر ظهور الاعدادات العاديه. تمام. ودي الرومات، امنع ان حد يدخلك في الرومات وكده عشان ما تطيرش اباحي. وهنا الشات ممكن تخليه ابيض عادي زي ما انا هوريك دلوقتي، زي ما انت شايف كده. ممكن تخليه دارك عادي، دارك اهو. ماشي. وهنا الاشعارات اللي هي لما حد بيكلمك بيجيلك اشعارات كده، ممكن تقفلها ممكن تشغلها عادي. تخزين والمساحه بيعرفك ان النسخه، الشتات اللي انت مستخدمها في النسخه قد ايه حجمها على الجهاز. ودول اللي هو لو انت عايز مثلا لما حد مثلا يبعت لك صوره او فيديو عايز تنزله بالداتا، ولا مثلا لما يكون معاك واي فاي كده، فاهم قصدي. وهنا المساعده، الاباوت، ده الاباوت بتاع النسخه. طيب احنا كده خلصنا الاعدادات بتاعتها كلها. تمام. طب بقى كده نخش نشوف المميزات الباقيه. دي اللي هو لو انت عايز تقطع نت على النسخه عشان لو في حد بيرمي عليك مثلا وانت فاتح داتا وكده. هنا رسائل مميزه بنجمه، وهنا واتساب ويب لو انت عايز تشغل واتساب ويب على النسخه. ورسائل مخصصه دي بتاعت الاعمال بس، بتكون في الاعمال بس. اعمل بي سي، طبعا انا مزود لك عدد البي سي بدل من 265 مخليه لك 4096 عشان بتوع الشير. وهنا اعمل روم لو انت عايز تعمل روم بينك وبين صحابك. وهنا ادوات الاعمال برضو قلت لك لو بتعرف تستخدمها استخدمها، ما بتعرفش سيبها. مسج رقم مش متسجل، لو انت عايز مثلا تكلم حد وانت مش مسجل رقمه او مكسل تسجل رقمه وعايز تكلمه عادي، هتكتب 20 اكتب 2. تمام. بعد كده اكتب رقمه عادي 0 1 2 7 7 6 7 1 9 2 7 مثلا، وتقوم كاتب زائد في الاخر، تقوم دايس اوك، هيحولك على طول للشات بتاعه تلقائي. تمام. هنا راستر واتساب ايفل عشان لو نسخه هنجت معاك او حاجه دوس راستر واتساب وسيبها تفتح لوحدها. تمام. طيب تعالى بقى اوريك ايه هو سحب الرومات اصلا اللي في ناس مش عارفه تستخدمه. بص انا ادمن لوحدي اهو. تمام. هتقوم داخل على مثلا اعدادات الجروب، هنا بقى سحب رومات. هنا لو انت عايز تخلي الادمن بتاع الروم، او مش الادمن اللي يتحكم في الروم، في اعدادات واسم الروم والصوره وكده، فاهمني. وهنا لو عايز الادمن بس اللي يتكلم او جميع الاعضاء. وهنا سحب الرومات، هرفع لك الروم كله ادمن. الروم كله اترفع ادمن اهو زي ما انت شايف. تمام. دوس على اعدادات المجموعه، هنا بقى سحب رومات، هتدوس على علامه الصح الزرقاء اللي تحت دي، هتلاقي الادمن كله نزل. تمام. زي ما انت شايف الادمن كله نزل، ده سحب رومات. تمام. خروج من الروم والابلاغ عن الروم. ماشي. طيب ايه هو التاسكر؟ عشان في ناس سالتني يعني ايه اصلا تاسكر. تمام. هدخل لك مثلا في شات واحد زي ده كده، هتقوم دايس على الزائد اللي تحت دي زي ما انت شايف كده، مترجم لك دي برضو. اللي بيميز بقى نسخي، تعالى افرجك على حاجه كده. لو دوست على الريك مره واحده وشلت صباعك، دي سبوره يا جماعه، فعل الاذونات. زي ما انت شايف الريك بيتبعت عادي اهو. لو دوست على الريك مره واحده وشلت صباعك تسمع اغنيه زي كده. ما علينا، خش على التذكر على طول. اكتب مثلا الكلمه اللي انت عايزها هنا، مثلا عظمه، حدد مثلا 10 مرات.
هتقوم دايس على دي. تمام. ده التذكر برضو انت راجم لك الشات من جوه، يعني النسخه اعظم او ده تحرك الشتات والستوري برضو. وبرضو النسخه دي فيها ميزه انك تزود عدد الستوري زي فيرجن 16 وفيرجن 14. ولو حد مش حاطط صوره للروم هتبان لك الصوره دي، ولو حد مش حاطط صوره ليه هو هتبان لك الصوره دي. زي ما انت شايف النسخه عظمه ما بتتحرقش، مش بتجيب ايرور منك. تمام. نسخه عظمه فوق ما تتخيل. سايب لك ليها لينك مباشر تحت في الديسكريبشن. يا ريت تشير الفيديو لان بجد النسخه دي اخدت مني وقت طويل قوي. تمام. النسخه مش سايب لك فيها لقطه ولا غلطه، النسخه دي تنفع لبتوع الشير وجوه المجال وبره المجال. تغيير لون الستوري. تمام. بتغير لون الستوري، يعني انت هنا لو كتبت، وبرضه بتغير خط الستوري. انت لو كتبت هنا مثلا ايفل تغير لك الخط بتاع الستوري، ولو دوست على دي تغير لك الخلفيه بتاعت الستوري للخلفيه اللي انت عايزها حسب اللون بقى. ممكن اسود، ممكن تخليه احمر، ممكن تخليه اخضر، تخليه ازرق، اللون اللي يعجبك. تمام.